حقيقي في تركية مهمة قوي لازم تعرفها قبل ما تصمم بيتك. كتير من الناس بتصرف آلاف علشان تكييفات ومراوح، بس ما تعرفش إن أنت ممكن تخلي البيت يتهوى لوحده من غير ولا تكييف ولا مروحة، ومن غير ما تدفع ولا مليم، والجو فعلا هيفضل حلو في بيتك طول السنة. وده لما تتعمد إنك تصممه بتقنية التهوية السلبية. والفكرة كلها إنك توفر مكان للهواء إنه يعمل سيركيوليشن، يدخل البيت ويخرج منه، سواء الكلام ده بتعمله في غرفة أو في البيت ككل. يعني لو مثلا فتحنا باب وشباك قدام بعض، الهواء هيدخل من واحد فيهم ويخرج من التاني، فبالتالي خد كل الحراره اللي موجوده في الفراغ ده ونقلها معاه لبره، وجه هواء جديد بدا يجدد الهواء اول باول، فبالتالي انت ما بقاش فيه حراره عاليه عندك في المكان، مش زي ما تكون في اوضه وقافلها. وده بيحصل لما التصميم يخلي حركه الهواء والرطوبه والحراره في البيت بتتحرك بشكل مدروس، واللي احنا بنسميه كمهندسين ثيرمال كومفورت زون او منطقه الراحه الحراريه. يعني ببساطه تحس انك قاعد جوه البيت، درجه الحراره دايما من بين 21 ل 26 من غير ما تشغل ولا مروحه ولا تكييف. المدهش في الموضوع ان كل المباني زمان كانت كده، وعشان كده هتلاقي المباني اللي مبنيه بالطوب اللبن الصبح مش حر وبالليل مش ساقع. سمك الجدران كان عريض وبيعمل عزل حراري طول الوقت، والهواء موجود جوه البيت باستمرار ومتجدد مش ثابت وبيخرج من فتحات التهويه. او حتى فكره المشربيه اللي كانت بتسمح بدخول الهواء واشعه الشمس البسيطه من غير حراره، وكمان بتديك خصوصيه. عشان كده لو نسيت تعمل حساب التهويه السلبيه هتدفع ثمن مروحه، تكييف، فواتير كتير، وده اللي احنا عايزين نبعد عنه. لكن لو صممت بيتك صح، بيتك هيتنفس وانت هترتاح من غير ما تحس. ولو في اي سؤال عايز تساله عن الراحه الحراريه او التهويه، اكتب لي في الكومنتات وانا جاوبك عليه. ما تنساش انا معماري واسمي مصطفى الدمرداش.